رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وفي الحقيقة احنا بنقول انه رمضان، دايما اقول لكم الكلام ده، يعني يمكن كررته كتير على حضراتكم، واكيد كلكم طبعا عارفين ان رمضان هي فرصة لشحن البطارية كده زي ما بنقول. يعني هو المفروض ان الاعمال اللي بنعملها في رمضان هي المفروض تبقى مستمرة معانا طول السنة، هي ما بتعملش في رمضان بس. لكن للأسف في بعض الناس متخيلة ان بعض العبادات او التقرب الى الله بيكون بس في رمضان، او بيبقى زيادة شوية في رمضان. صحيح في اعمال بتبقى ليها فضل كبير في رمضان، والثواب في رمضان بيكون مختلف، لكن بيبقى نوع من انواع الشحن او التذكرة علشان يدينا طاقة نستمر بقى بعد رمضان بنفس الطريقة او المنوال. في اعمال بتكون محببة جدا يعني لله سبحانه وتعالى في رمضان. احنا ناس ممكن تكون بتعملها لاول مره حتى في رمضان، ناس جربت فكره التطوع في الحاجات الخيريه او الاطعام او غيره من الاعمال الجميله، وزي ما تقول كده، تلاقي الموضوع طاعه جميله فتستمر فيه. في ناس تاخده بس في رمضان وخلاص. تعالوا نتكلم عن افضل الاعمال في رمضان، ويمكن هنركز كمان على قراءه القران الكريم. النهارده معانا فضيله الشيخ عماد درويش من علماء وزاره الاوقاف. اهلا بحضرتك، نورنا. الله يبارك فيك، ربنا يسعدك. برضه بدايه كده، وكل مره بنفكر الناس وبنفكر نفسنا قبل الناس في الحقيقه، عشان بس يعني مش بنوعظ حد، لازم كمان ننصح نفسنا انه رمضان ما هو الا ازاي دفعه صحيح تستمر معانا للرمضان اللي بعد. صحيح. هو بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فأول ما نبدأ به اللقاء بذكر حمد ربنا تعالى. فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه وبعد. حضرتك ألمحتي في بداية الكلام إلى يعني نقطة في منتهى الجمال، وهو إن رمضان ليس نهاية ولكنه بداية. بعض الناس بتصور ان العبادة في رمضان او بيختزل العبادة في رمضان وفقط، لا، رمضان هو مركز تدريب. يعني معنى الكلام اللي حضرتك تفضلت به هو مركز تدريب للعام بأكمله. السنة 12 شهر، رمضان شهر من ال 12 بنحاول نشحن فيه بالأنوار العبادة وبالتقرب إلى الله وبنفع الناس علشان نكمل على هذا النحو ال 11 شهر الباقين. مش نختصر العبادة في شهر وبعد كده يعني يكون الإنسان إنسان آخر. ده بيبقى نوع يعني انفصام في الشخصية زي ما بيقولوا كده، إن أنا أكون في وقت من الزمان إنسان متعبد وإنسان صاحب أخلاق، وبعد رمضان يعني في خلال السنة كلها أبقى إنسان آخر. لا، لأن أنت بتتعبد لرب واحد. رب رمضان هو رب غيره من الشهور، ولذلك الإنسان لازم يكون يتخذ من رمضان انطلاقة وليست نهاية المطاف. ولذلك لما نحب نعرف التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو الأعمال اللي ممكن نتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى من خلال شهر رمضان، بتنقسم لقسمين. قسم التعبد لله سبحانه وتعالى من خلال العبادات لله سبحانه وتعالى، والقسم الآخر من خلال التعبد لله من خلال الناس. ده مهم قوي، اللي هو نفع الناس، واللي حضرتك تفضلت بيه في بداية الحلقة أيضا. بتعبد لربنا سبحانه وتعالى. القسم الأول بتعبد لربنا في رمضان من خلال هناك أعمال نهارية ربنا جعل عليها ثواب كبير، هناك أعمال ليلية ربنا أيضا جعل عليها ثواب كبير. فيقول لنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ده عرض نهاري كده، زي يعني لو حبينا نقتبس كده من العروض بتاع الشركات المحمولة وكذا. لا، احنا عندنا عروض ربانية في شهر رمضان، عرض نهاري بيقول لنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله واحتسابا لأجر هذا الصيام ومخلصا لله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. خلاص ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنه السيئات. بس شايف حضرتك الشرط، عشان بس ده برضو نعم. في ناس بتغفل عن هذا الشرط. يعني في ناس بتاخد الصيام فكرة النية دي على فكرة مهمة جدا، لازم الناس تبقى مدركة. طبعا. ويمكن كنا بنتكلم، يعني قعدنا انا ويمكن فضلت الشيخ نتكلم بره كتير، وكنا اتكلمنا قبل كده فكرة النية دي ممكن تبدل يعني شيء عمل يومي الى طاعة تاخد عليها اجر. بس النية، معنى كلمة حضرتك دي العلماء علمونا في الازهر
معنى الكلمة اللي حضرتك دي في جملة واحدة. قالوا العادات بالنيات تصبح عبادات. جميلة دي قاعدة. العادات بالنيات تصبح عبادات. فممكن انا باكل ولادي وبشربهم في البيت، دي عادة بالنسبة لي، بس لما اخلص فيها النية ان انا بعمل كده ده لله سبحانه وتعالى، يبقى باخذ عليها الاجر. الله. وانا بنام لو بقصد بنوم ان انا اتقوى بيه على العبادة واتقوى بيه على العمل لان انا بتكسل منه. النوم؟ طبعا. يعني النوم اللي الناس فاكره ان هو ده يعني خلاص كده. كان احد الصالحين يقول اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي. احتسب النوم بتاعي زي ما بأريد ان انا اخذ اجر وثواب على قيام الليل. قالوا له ليه؟ يعني قال لانه بنومي اتقوى به على الطاعه. ففي اخلاص، في توجه بالنيه لله سبحانه وتعالى. فاحنا عندنا العرض النهاري اللي هو من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العرض الليلي من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ده عمل كبير. ده القيام الليل باخذه بايه؟ اللي هو ان اصلي لله 11 ركعه بعد صلاه العشاء، بصلي ربنا لله صلاه التراويح. دي يعني هذا هو مسمى قيام الليل. هي سميت تراويح لانهم كانوا بيجعلوا ما بين الركعات يعني ترويح عن النفس وكذا، يعني جلسه استراحه، فسميت تراويح، انما اساسها والمسمى بتاع قيام الليل. فما اقف وقفه هنا واسال حضرتك عشان يعني اسال برضو السيدات اللي ما بتقدرش انها طبعا اللي حضرتك عارف الظروف الحياتيه اللي احنا فيها، وحضرتك عارف كنت بقول دايما ان الستات مسؤوله عن حتى التمارين الولاد او حاجات، والوقت كمان من المغرب للفجر ضيق، فبتصلي التراويح في البيت ما فيش مشكله، بتاخد نفس الاجر لو نفس الاجر. المراه لما بتكون في حاله في مثل هذه الحاله فالصلاه في بيتها افضل. وإنما إذا كان خروجها للمسجد هتستفيد بدرس علم، هتستفيد بصلة أقارب، بتواصل بكذا، يبقى بتذهب للمسجد. إنما الأساس إنها بتصلي في البيت. لأن في مهام تانية لو قلنا يعني زي برضو ما حضرتك قلت استحضرنا فيها النية، هتكون أيضا طاعات. بالظبط. هتلاقي النية مرتبطة معانا في علاقة بالأولاد في كل عمل. كذلك زي ما قلنا العرض النهاري الليل اللي هو قيام الليل. يقول عندنا قراءة القرآن في رمضان، دي برضو من أفضل العبادات، واللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليها أجر جزيل. في رمضان الثواب أكبر من في رمضان وفي غير رمضان، ولكن الحسنات بتضاعف في رمضان، لأن الإنسان من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. يعني اللي يعمل شيء عادي يكون زي اللي أدى فريضة في غير رمضان، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. هو موسم للخيرات، ربنا أراد أنه يتفضل علينا بهذا الشهر علشان نكتسب الأجر والثواب. طيب عايزين نبتدي نتكلم تفصيلا عن قراءة القرآن، يعني عشان يمكن ده يعني موضوعنا النهارده اللي هنركز عليه شوية. بداية نقول هل قراءة القرآن، لأن مش كل الناس بتقدر تقرأ طبعا بشكل صحيح، ففي ناس تخاف تقول لك أنا لو قريتها أقرأ غلط فأقرأ بعيني بس، فهل بالضرورة أقرأ بصوت عالي حتى لو كان غلط أفضل من القراءة بالعين، ولا أسمع؟ في ناس تقول لك لا أنا لما بسمع بركز أكتر، وممكن يكون بسمع حتى بلفظ لو أنا سامع ومركز. كما يعني يحلو للقلب الحالة جدا، كما يحلو للقلب بالظبط. الحالة اللي بأجد نفسي فيها مع ربنا سبحانه وتعالى بتعامل بهذا الشكل. بحب عايز أقرأ القرآن حتى وإن كنت لا أجيد. عند حديث لسيدنا النبي حللنا المشكلة دي، قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. خلاص ده يعني في مكان متقدم. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق صعب عليه له أجران. الله. أجر القراءة وأجر التعتعة. إذن فهو في حالة من الفوز، يعني كسبان زي ما بيقولوا كده. هياخذ أجر على القراءة وهياخذ أجر على هذه المعاناة اللي بيعانيها. فضل ربنا سبحانه وتعالى كبير، بس احنا عايزين يعني زي ما بيقول ربنا ففروا إلى الله، واحنا عايزين نروح بس لربنا سبحانه وتعالى. يعني أسمعه
بس لو بتركيز وتدبر. ممكن الناس يقول لك انا بسمعه بركز اكتر، الناس تقول لك لما بقرا بعيني بركز اكتر، او بصوت عالي بركز اكتر. نعم. لكن هل هنا بيقولوا انه ثواب الصوت واللسان، يعني ان كل عضو في اعضاء الجسم بياخد ثواب، هل كده انا ما ابص بعيني بس لو انا مركزه اكتر من ان انا بقوله بصوت عالي يبقى كده الثواب بتاعي قل؟ لا ما فيش، هي زي ما قلت لحضرتك ولا دي تشبيهات يعني عشان تحبيب؟ دي يعني احوال مع الله. في لو انا وجدت نفسي وخشوعي وحضوري مع الله سبحانه وتعالى وانا بانظر وبستمع وبتابع بالنظر كده وبستمع، خلاص يبقى فبها ونعمت. بأرى ان حالي في القراءة وانا بقرأ في حالة تجليات وفي حالة من الروحانيات العالية مع ربنا، خلاص يبقى بأقرأ. فالحالة اللي بأجد فيها نفسي مع ربنا سبحانه وتعالى وفي حالة من الخشوع بنفذها، مليش علاقة بالآخر، لأن دي حال مع الله وحال التعبد مع الله سبحانه وتعالى، فبتعامل به على النحو الذي أراه أو أرى قلبي فيه حاضر. يعني دي كل إنسان يقدر يقيم نفسه ويشوف. يعني ممكن يبقى عند ربنا شخص مثلا بيستمع القرآن بإنصات وبتدبر وبخشوع، ممكن يكون أقوى من واحد ماسك المصحف مثلا في وسيلة مواصلات. في ناس دلوقتي علشان عايزة تلحق تخلص وخلاص، نعم. فيبقى مثلا في وسيلة المواصلات ماسك المصحف وعمال يقرا، ممكن يبقى نص تركيزه مش موجود. نعم. فكل واحد يقدر يقيم نفسه. هذا بقى فكرة وسائل المواصلات أو في الشغل أو غيره. في ناس كتير بتبقى في أماكن، طبعا احنا مش هنتكلم عن اللي بيسيبوا الشغل ويقعدوا يقروا القرآن ويعطلوا مصالح الناس، عشان دي يعني احنا خلاص يعني اتكلمنا فيها بما يكفي يعني. لكن نفترض انه في وقت فاضي استراحه في العمل فهو حب ان هو يقرا فيها القرآن بكمان او تركيز، يقرأ، او في المواصلات لو قاعد ومركز وعايز يقرا. ده يعني نقدر نقيمه ازاي؟ واحيانا بيكون في سجدات. نعم. يعني حضرتك بقى في وسيله مواصلات وجت سجده او سيده مثلا تقرا. اولا احنا بنقرا القرآن في اي مكان، في مكان في العمل ما دمت انا عندي وقت فراغ زي ما حضرتك ذكرت كده، انما مش في العمل ان انا ممكن مثلا في مكان خدمي للناس وبعدين يعني ساب الطابور وبقرا. ده اسم بقى داخل عليه طبعا. طبعا ده يعني ده بيضع بيخلط بين الحقوق والواجبات وعنده يعني فهم خاطئ للدين. لانه لو فهم الموضوع صح ونفع الناس وقضى للناس حوائجهم أفضل بكثير مما يفعل. إنما قراءة القرآن لها وقتها، بعد أن يصلي يجعل لنفسه جدول، عايز يختم القرآن وعايز يقرأ جزء له وقته، إنما ما عطلش مصالح الناس على حساب إن أنا بتعبد لله سبحانه وتعالى. ده عمله ده. ما احنا المشكلة في إيه يا أستاذة؟ المشكلة إن احنا خلطنا بين الأمور، إن احنا اقتصرنا العبادات لربنا سبحانه وتعالى من خلال الصلاة والصيام والزكاة والحج، دي أركان الإسلام، وده فهم خاطئ. إنما الدين هو كل ما يخص الإنسان في الحياة. كون إن أنا أنفع الناس ده عبادة لله، كوني أقضي للناس حوائجهم ده عبادة لله سبحانه وتعالى. مجرد إن أنا أبتسم في وجه الناس يعني ده عبادة لله سبحانه وتعالى. يعني كان بيوصف الصادق الأمين، يعني صفتين ليهم علاقة بالحياة، مش ما اتقالش المصلي مثلا أو الساجد، يعني ليها علاقة بالعبادات، اتقال الصادق الأمين، يعني صفتين من الأخلاق، يعني ليهم علاقة بالناس. حضرتك علماءنا يعرفونا ويعلمونا، يقولوا إن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 10% منها بتتحدث عن العبادات، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف، والباقي عن الأخلاق والتعاملات يتكلم عن الأخلاق وعن التعامل مع الناس. هو ده الدين. طيب نرجع للسجدة، عشان برضو ده كان سؤال. يعني في مواضع للسجود نعم. السجود سنة إن أدركت أو كنت في مكان يهيأ في مسجد في المنزل فبسجد لكن لو في مكان إنما أنا في مواصلات وراكب مثلا فمش هتمكن، ممكن يبقى في نوع من الإيماء مثلا وأسجد كده بالعين أو بالرأس. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدين بتاعنا. بس أداب قراءة القرآن، يعني هل قراءة القرآن مسموحة في أي مكان زي ما قلنا المواصلات، ولا يفضل، مش هقول طبعا لأن ما فيش حرام فيها، يعني في أي مكان هي حلال، نعم. لكن يفضل أن تكون في البيت؟ هل يفضل بالنسبة للمرأة مثلا تكون لابسة الحجاب ولا لا؟ لأن ممكن تبقى في السرير بملابس النوم وتقول أنا هقرأ في المصحف قبل ما أنام.
هل لازم تكون على طهارة يعني متوضية، ولا تكون مثلا يعني ما عندهاش عذر شرعي؟ ناخدها واحدة بقى لازم تقوم لنا كلهم. اولا الاصل في يعني الافضل ان انا اكون وانا بقرأ القرآن لاني بتعبد فاكون متوضئ. انما نفترض ان انا في يعني الظروف اضطرتني ان انا عايز اقرأ قرآن ومش متوضئ، اقرأ القرآن. يعني امسك المصحف ولا اقرا من لا اقرأ القرآن عادي. يعني لان ما فيش حدث اكبر او في جنابه او كذا او كلام من ده ظروف عاديه، فبقرأ القرآن بتعبد. انما الافضل ان انا اكون برضو في حاله التعبد ان انا اكون متوضئ. في حاله السيده اللي في البيت تقرأ القرآن وتذكر ربنا في كل احيان، قاعده في السرير قاعده تقرأ القرآن، لان الناس بتخلط احيانا بين ستر العورة في الصلاة وبين قراءة القرآن. ستر العورة بالنسبة للصلاة هو شرط من شروط صحة الصلاة، فلازم أستر العورة، يبقى لا يكشف إلا الوجه والكفين وخلاص، وفي ده في الصلاة. إنما في قراءة القرآن بقرأ القرآن في لكن أي حاجة. لكن في رأي يقول تأدبا مع كتاب بالظبط كده، مع كتاب الله، إنه الواحدة بس تبقى مش لازم لابسة غطاء رأس، لكن تبقى حتى تأدبا، أو هي بتجد نفسها في هذا الوضع في حالة من الروحانيات الأعلى، خلاص يبقى أفضل بالنسبة لها، ما فيش إشكال في المسألة دي. وإنما علشان برضو يعني ما نجعلش تحجج ان انا لسه هلبس، لا، عايزه تقراي القرآن وانت في السرير قبل ما تنامي هتقريه وهتحطي المصحف جنبك في كل حال. لكن مش بالضروره مس المصحف يكون للمتوضئ، لكن يكون على طهاره، معناها انه غير جنب، او الست ما تكونش عندها عذر شرعي او غيره. بالظبط كده، لكن يفضل الوضوء. وفي حاله العذر، هو الجمهور الفقهاء في حاله العذر الشرعي لا تمس يعني لا تقرا المصحف، انما تقرأ في حالة الضرورة. طب انا هسأل سؤال بقى، لا تقرأ المصحف، لكن هل ممكن تمسك القرآن من التليفون او التابلت؟ حضرتك عارف ان المصحف دلوقتي بقى نازل على الاجهزة دي، هل ده برضو يعتبر مصحف؟ ما انا هنفرق بين القراءة وبين مس المصحف. القراءة في حالة الضرورة، بتعلم ابنها الصغير، بتعلم بنتها فبتقرأ، او لها ورد يومي في رمضان فخايف انها لو انقطعت عنه مش هتكمل بعد كده، او هيثبطها خلاص اقرأي. ولكن ما طب انا عايزه اقرأ من شيء او امس المصحف، فيبقى في نوع من الحائل، البس جوانتي او امسك مصحف الكتروني. يعني المشكله في اللمس، يعني لمس المطهرون المسك بس المصحف ولا القراءة؟ احنا قلنا القراءة شيء، احنا قلنا القراءة لا تقرأ الا في حال الضرورة. طب انا عايز اقرأ، ما هو ده اضطرار. يعني برضو يعني احنا قلنا الاول لا، يعني يفضل ان ما اقراش خالص ما دام في عذر شرعي للسيدة. طب انا عايز اقرأ، لكن لو حصل بقى حاجة ضرورة لازم اقراها، وعايز اقرأ، خلاص يبقى امسك بحائل واقرأ، او ان انا امسك موبايل او اي جهاز الكتروني، وده ما فيهوش مشكلة تكريما للمصحف. وهنا هل الجهاز الالكتروني يعتبر زي المصحف بالظبط؟ يعني قراءة القرآن منه ثوابه ما دام انا بقرأ احرف. لا مش بقصد، في ناس تقول لك لا، ما دام انا مثلا عندي عذر شرعي ما امسكش حتى التابلت واقرا منه. لا ممكن، يعني في حالة الاضطرار لمسه الكلام. لا انا بقرأ يعني ده في يعني حالة تيسير على الناس، فممكن اقرأ من لكن هو بيتكلم على كتاب ربنا، الكتاب ده هو المصحف بالظبط كده. فبمسك التاب او امسك الموبايل فبقرأ منه، ما احرمش نفسي من القراءة او يعني التم او اتحجج بشيء. طيب في ناس بيبقى في مشقة في صلاة التراويح، لأنه قراءة القرآن بتكون يعني في ناس بتبقى تعبانة ومريضة بتبقى طويلة. نعم. فهل يعني ممكن في الصلاة تكون في البيت، حتى لو كان رجل، لو هو عنده مثلا تعب أو شيء مش هيقدر يقضي كل الوقت ده في المسجد، إنه يقرأ بآيات يعني سور قصيرة في البيت بس يؤديها برضو، ولا بالنسبة للرجل لا يفضل في المسجد؟ لا، هو يصلي صلاة التراويح يعني الأمر فيه سعة، عايز يصلي في المسجد فبها ونعمت، وعليها يأخذ عليها الأجر والثواب ويسمع لدروس العلم. لم يتمكن من هذا، عنده مريض أو مقدرته مش على الوجه الأكمل، فبصلي مش شرط إن هي فاتتني في المسجد إنما ما صلاش في البيت، لا عادي أصلي في البيت برضه 11 ركعة. وحتى لأي حد لو أنا ما تمكنتش من صلاة التراويح في المسجد أصليها في بيتي، أصليها في أي مكان.
ما فيهاش يعني اذا كان عندي مثلا عمل وما قدرتش ممكن اصليها في وقت اصليها في لو هي عشان بتبقى وقت طويل مثلا حد مريض او عنده تعب اصليها في العمل بتاعي او اصليها هل في وقت بيفضل فيه قراءة القرآن في رمضان او في الايام العادية حتى يبقى وقت يفضل، ولا قراءة القرآن في اي وقت؟ قراءة القرآن اصلها ذكر، نوع من الذكر، نوع من انواع الذكر، من الذكر. وربنا سبحانه وتعالى قال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، في اي وضع وفي اي يعني كيفية بقرأ القرآن، لان ده ذكر ربنا سبحانه وتعالى. والامر ما ضيقش على نفسي ان انا اجعل يعني اذا كنت انا برتب جدول ماشي، انما في اي وقت وفي اي مكان بقرأ وبذكر ربنا سبحانه وتعالى ولا حرج في ذلك. طيب على سيرة بقى الذكر زي ما حضرتك قلت، في ناس بتلتزم بأدعية معينة هي حفظتها فبتقولها، ممكن تبقى الأدعية دي بتمسها، يعني مثلا أدعية خاصة بالضرر أو بالحزن أو بالهم أو غيره، أو أدعية يعني طول الوقت استغفار أو غيره. وفي ناس بتحب انها يبقى الكلام بينها وبين ربنا وتقول اللي هي عايزه تقوله، وتبقى مش ملتزمه انها تقول دعاء زي ما اتقال مثلا في السلف او في النور. وهو ده اللي يعني انا ده برضو حاله من الحالات الواحد بيعجب لها، ودي خروج لشرائط الكاسيت والدعاء. يقول لك اصل انا مش حافظ ادعيه، يعني اقول ادعي انا مش حافظ ادعيه، يؤمن وهو مش عارف اللي وبعدين اخذنا للاسف بعض المشايخ فياخذ الدعاء بنوع من الكلام المسجوع وكلام أيوة. وربما الرجل اللي بيصلي مش عارف هو بيؤمن على ايه، وده مش ده الدعاء، انما الدعاء ده حال مع الله، بدعو ربنا سبحانه وتعالى بما اريده بحالتي انا مع ربنا. كل واحد له طلب وكل واحد له حال مع ربنا، وعارف هو عمل مع ربنا ايه واذنب ايه وقصر في ايه، فده حالي مع ربنا، بسجد كده واقف واقول اللي انا عايزه واقول اكلم ربنا سبحانه وتعالى. الدعاء جوه الصلاه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في الصلاه، يعني بعد سبحان ربي الاعلى، بعد ما في السجود أدعو نعم. وانا ساجد نعم. اقول اللي انا عايزه. نعم صحيح، حتى لو كان كلام خارج الكلام، يعني ما حضرتك عايز تدعي لاولادك، عايز تدعي بالنجاح، ابنك في ثانويه عامه عايز تقول يا رب نجح، ما فيش مشكله، اقول ما فيش، ده دعاء وابتهال لربنا سبحانه وتعالى، حتى ولو كان بصوت يعني انا بس اللي سامعاه، ولا لازم يبقى في ما فيش مشكله. ما هو ده يعني اقل الجهر او يعني الاقل الجهر واكثر السر بيجتمعوا في نقطه واحده، ان انا اسمع نفسي فكون الناس ما فيش مشكله. لا عشان انا بس يعني كان خلط عليا الامر، او انا فكرت انه هل ممكن يبقى ده خروج عن الكلام الصلاه، ولا ده بقى دعاء بيني وبين ربنا في وضع السجود؟ انا قرات القرآن، قرات الفاتحه وقرات السوره وبأتم الركوع بتاع الصلاه وبأتم السجود واقول بقى اللي انا عايزاه وبدعو ربنا بما اريد. وهل ممكن يكون دعاء بين العبد وربه على سجيته؟ يعني في ناس مثلا مش متعلمه فما عندها، مش عارفه تحفظ الادعيه اللي بتتقال دي، فزي ما حضرتك ممكن تدعي رب نجح محمد ابني وجوز امل بنتي. هو بيكلم ربنا، بيكلم ربنا سبحانه وتعالى، يدعو بما يريد، ما دام الدعاء بتاعه لا فيه اثم ولا قطيعه رحم من قلبه ودعاء يعني مباح ومتاح، خلاص ما فيش مشكله. لو انت عايز دعاء يعني يستجاب، فكره الدعاء المستجاب هل في شروط؟ وطبعا احنا عارفين انه في الاخر الانسان بيقول ان هو كل اموره بين يد الله سبحانه وتعالى، وان هو اللي بيختار. يعني ما انا ممكن ادعي حاجه معينه ما تكونش فيها الخير ليا وربنا يبعدها عني لانها ما فيهاش خير، لكن في ناس بتبقى بتدعو ادعيه معينه ونفسها، ست مثلا ما رزقتش باطفال ونفسها يبقى عندها اطفال، فبتدعي بتقول انا ربنا مش بيستجيب لدعائي. يعني الدعاء المستجاب ازاي نوصل له، او يعني ولا برضه لو ربنا منع ده يبقى له حكمه؟ هو ربنا عرف الطريق اليه من خلال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. حضرتك لو نظرت في القران الايه الوحيده اللي فيها ماده سال ولا يوجد فيها قل هي هذه الآية. يعني يسالونك عن الانفال قل الانفال، يسالونك عن الساعه قل انما علمها عند الله. الايه الوحيده اللي فيها سال، واذا سالك، المفروض واذا سالك عبادي عني، عشان ما فيش وسيط فقل، يعني السياق يقتضي هذا، فقل لهم اني قريب، لا ما فيش فقل، واذا سالك عبادي عني فاني قريب. وده اول شروط الدعاء، ان الانسان يعلم ان الله سبحانه وتعالى قريب منه ويسمع ويعلم بحاله. وده اللي حضرتك ذكرتيه، مساله الاخلاص بقى.
ان الانسان يعني اول شروط الدعاء ان الانسان يخلص في دعائه الى الله سبحانه وتعالى، ويتوجه بدعاء، ويعرف ان الذي سيخرجه من هذه الحالة او ان النافع وان الضار هو الله سبحانه وتعالى، ما يعتمدش على بشر ولا هل على الدعاء يعني الافضل انه يقول يا رب اللي فيه الخير ليا وانا وكلتك امري يعمله، ولا اطلب حاجه معينه؟ يعني مثلا سيدات كتير بتكون حوامل فتقول يا رب انا نفسي في ولد، انا عايزه ولد. في واحده ثانيه تقول لها لا ما تقوليش كده، انت قولي يا رب ارزقني يعني بالاصلح، وهو ربنا يعمل لك اللي انت عايزاه. نعم. واختلفوا الناس، لان تقول لك طب ما هو ربنا ممكن يجيب لي ولد وادعي لي كمان يبقى صالح، فربنا قادر انه يعمل لي اللي انا عايزاه. نعم. والثانيه تقول لها لا ربنا هو الاعلم بالصالح فين. لا هي بتدعو، ولذلك هو في قصة سيدنا زكريا والسيدة يعني لما كفلتها في قصة الكفالة، كان بيطلب سيدة مريم في سيدة مريم كان بيطلب الولد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى رزق بالإيه؟ بالأنثى، وعلم أن الصلاح في الأنثى. مسألة الولد ومسألة البنت ومسألة العطاء دي بيد المولى تبارك وتعالى. سيدنا زكريا ربنا أرزقه بسيدنا يحيى والد سيدنا في الأساس، يعني إن الله اصطفى آدم وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك عند السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ولكن ربنا سبحانه وتعالى علم بما يضر وبما ينفع، وأعطى الأنثى، لأن ربما أحيانا إحنا بنتمسك بأمور بعلمنا القاصر بنعتقد أن النفع فيها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بعلمه الواسع يعلم ما يضر وما ينفع. ولذلك كان يعني لما حتى تدعو ربنا سبحانه وتعالى وتجد أن ما فيش عطاء، يبقى تعلمي ان ربنا سبحانه وتعالى يريد بذلك الخير. يعني الاصح ان انا ادعي اللي انا عايزاه من ربنا واقوله باخلاص جدا، لكن بالزبط. لو لم يتحقق ابقى متاكده ومتيقنه زي دعاء الاستخاره. ثم اقدر لي الخير حيث كان. صح. في اي وضع. لذلك كان سيدنا ابن عطاء الله السكندري يقول اذا امعنت النظر في المنع، اذا امعنت، لو تفكرت بقى في المنع الحاجات اللي ربنا منعها عنك بعد شويه كده، بعد شويه لما افكر بقى في الحاجات، كان نفسي ابني عايز يجيب عربيه وبعدين فيقول اذا امعنت النظر في المنع عاد اليك نظرك ان المنع عين العطاء. عين العطاء صح. يبقى تشعري ان منع ربنا ده كان عطاء. انا كنت عايزاه يروح في المكان الفلاني، بس هو عايز يسافر مع اصحابه ولا قدر الله مثلا ما سافرش. بس بعد فتره من الفترات تجدي ان تدبير ربنا سبحانه وتعالى انه لو كان راح المكان مثلا كان ممكن لا قدر الله حصل حادث او يعني بتحصل على فكره حقيقي. بالزبط. يعني الشخص اللي ما لحقش الطياره وكان حاسس ان الدنيا كلها خلاص وقفت بالنسبه له، وحاسس انه بقى كان يعني في قمه الحزن، ولا قدر الله حصل حادث من عند ربنا سبحانه وتعالى. والمؤمن الإنسان المؤمن عليه أن يعلم أن تدبير الله سبحانه وتعالى له أفضل من تدبير نفسه. هل الإنسان المخلص أو المؤمن، يعني عشان بس برضو فكرة المخلص والمؤمن دي عمرنا احنا كده كبشر هنقعد نقيم بعض ولا هنقدر نحسمها أبدا، يعني ما ينفعش كده لا بالشكل ولا أنا أقول لحضرتك مؤمن أو لا، دي حاجة كل واحد بينه وبين علاقة أو حالة خاصة. لكن هل هو يقدر يحس، عشان ده سؤال برضو كان سأل كتير، إن ربنا راضي عنه في هذه اللحظة او ربنا لا يعني غير راضي عنه؟ لانه في انسان يقول لك ايه، يعني اليومين دول حتى بالفطره كده يقول لك حاسس ان ربنا راضي عني كده وابواب السماء مفتوحه بالنسبه لي. في واحد يقول لك انا حاسس كده ان ربنا غضبان عليا، انا مش عارف عملت ايه غلط، بس في حاسس ان في ربنا زعلان مني، ولا دي اجتهادات؟ لا دي بعض الناس ده من الخطا، ان بعض الناس بتربط هذا الموضوع بالعطاءات الدنيويه. فاللي بيقول ده بيقول ده ماشي معايا ربنا راضي عني والحياه ماشيه بشكل ميسر. لا دي مش بالضرورة انه ده يكون رضا. لا، ما في سورة الفجر ربنا ماذا قال لنا؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، شوف حضرتك ابتلاه امتحناه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه فيقول ربي أهانن. ربنا يقول كلا. لا اللي احنا أعطيناه احنا راضيين عنه، ولا اللي منعنا عنه احنا غضبانين عليه. لا، ده اعطيناه للاختبار، وده منعناه برضه للاختبار. فالعطاءات الدنيويه مش دليل على رضا ولا دليل على سخط، انما الانسان المؤمن دايما
بيبقى في حالة من الوجل والخوف حتى في تقبل العبادة. لما ربنا إلا الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. هو ممكن يبقى نوع من انواع الضمير، هي بتترجم، في ناس يبقى ضميرها طول الوقت صحيح، هو لما بيبقى بيعمل حاجه اليومين دول او مبتعد عن ربنا في عبادات ما او هو بيفضل طول الوقت حاسس ده، لان ده نوع من انواع الضمير الحي. في ناس تقول لك انا حاسس ان انا يعني مش حتى ملوش علاقه بعطاء. نعم. في ناس لما تبقى بتحاول تقرب، هي بتحس انها بتحاول تجتهد وتعمل اللي عليها، فبتبقى رضا نفسي اكتر، بتبقى حاله من الراحه النفسيه. هي يعني بالظبط كده، ان هو بيسير على المنهج. ما خلي بال حضرتك، الانسان لما بيبقى في طاعه الله، ما هو الكون كله طائع، فلما بيكون في طاعه الله فهو بيحس ان هو في انس مع الكون. في ادعيه ممكن الواحد يفضل يقولها باستمرار، بس طبعا زي ما احنا اتفقنا انه مش دعاء يعني، بس اقصد بشكل عام انه ربنا يثبته، لانه زي ما بنتكلم عن رمضان، في ناس بتبتدي اعمال تطوعيه جميله جدا في رمضان، وبعد رمضان تلاقي الحماسه دي ابتدت تقل والمشاغل غيرتها وخلصت الحكايه. يعني قراءة قرآن باستمرار، أفعال حتى ليها علاقة بالناس باستمرار خير، وتيجي بعد رمضان خلاص. إزاي أنا زي ما حضرتك كنت بنقول في الأول كده أفضل أشحن نفسي؟ هل كثرة الدعاء إن أنا أفضل مستمرة ده كان من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اجعلني في هذا الإطار وفي إطار العبودية لله سبحانه وتعالى. الإنسان دايما يطلب من ربنا إنه يثبته على الطاعة وعلى سبحان الله. لما سيدنا النبي يقول يعني يطلب ربنا الثبات، يبقى احنا نعمل إيه؟ خلي بال حضرتك إن مسألة العبادة وإن الإنسان يكون في عبادة لله سبحانه وتعالى ده رزق، وده توفيق من الله. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لسيدنا معاذ: يا معاذ والله إني لأحبك. شوف بقى وصية لما توصي حد حضرتك بتحبيه، بيقول له: والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب أعني على ده، لأن أنا لو ربنا لأن هي مشقة إنك تستمر على بالظبط، عايزة صبر على الطاعة، الممسك على القابض على دينك والقابض على جمر الفتن وكذا وكذا. إنما فتطلب من ربنا إن هو يعينك على هذا، لأن ده مش يعني زي مش شطارة، لا ده توفيق من الله. طيب عشان حضرتك برضو ذكرت فكرة التوفيق من ربنا، ليه في ناس تقول لك انا ربيت ابني وعلمته وحاولت ان انا اخليه يصلي، واحنا دلوقتي عندنا اولاد كتير في السن اللي هو المفروض تعلموا الصلاه وتعلموا العباده، وهو طبعا في مرحله لا عايز يتفرج على التلفزيون، مش عايز فطبعا في معاناه انك تخلي الطفل في سن معين يبتدي يلتزم. لكن الخوف كله انه لما يكبر انت عايز ابن صالح يبقى يعني تحطه على الطريق الصح، لان بتخاف من فتن الدنيا بعد كده. الواحد بقى يعمل صعبة قوي. ما هي دي بتبقى محتاجة يعني اكثر من مسألة الاملاء. تبقى محتاجة القدوة. اذا كنت عايز انشئ الولد تنشئة صح على العبادة، يبقى لازم القدوة. عايزه يصلي فلازم يشوف ابوه بيصلي ويشوف امه بتصلي، فهيطلع في الجو ده فيلاقي ان طقوس الصلاه ده، ان الصلاه مهمه حتى في احلك الظروف، لازم نصلي نقيم العباده، انه الاب ما بيكذبش فهيطلع ملتزم ان انا ما بكذبش، انما ما يكونش مثلا بيكلموا عن الصدق وعن كذا وعن كذا، وبعدين الموبايل او التليفون يقول له خد رد انت، وقول له بابا مش موجود، خلاص هي القدوه سقط. انما هي التنشئه. عايز ولد صالح يبقى نشئه التنشئه الصالحه دي. وطبيعي في السن اللي هو بيتقال عليه في فتره اللي هي التعليم الدين الاول بيبقى مراهقه في نفس الوقت. ما هو انت بتعلم وبتاسس في الفتره غالبا طبعا منذ الطفوله، بس الفتره اللي بيبقى فيها دايما مقاومه هي الفتره دي. طبيعي انه بيبقى فيه يعني تمرد، وهي طبيعه المرحله، فلازم يكون في صبر كمان من الاهل. صحيح، ما هو ده لازم يكون في صبر على تعليم الولد ده، وبالذات ان المؤثرات اصبحت كثيره. ممكن قبل 20 سنه كانت المؤثرات بسيطه طبعا، ما كانش عندنا، كانوا قناتين وخلاص. لا، وكان الولد الصغير كانوا بيؤثر فيه الاسره، الاب والام والمدرسه.
بس. انما اصبح دلوقتي المؤثرات الموبايل، الانترنت طبعا، النت، معاه الانترنت في كل مكان، معاه الفضائيات في كل وقت وفي اوضه نومه. بقت المؤثرات كبيره، ولذلك محتاج الموضوع عايز جهد اكبر علشان السيطره على في الحقيقه، لان بقت الموضوع بقى مجهد جدا، لان انت بتقاوم. يعني زمان حتى القيم اللي كانت بتتقدم على الشاشات كانت شبه جدا القيم اللي في المجتمع حقيقي. بالزبط. فما كانش فيه هذا الكم من العناء والجهد. كان في نوع من التوافق، كلنا كنا متوافقين على مبادئ معينه، مبادئ في التلفزيون لا الفاظ خارجه، لا مشاهد خارجه. دلوقتي صعب جدا انك للاسف يعني الدراما عليها مسؤوليه كبيره، وللاسف ان احنا في بعض الاعمال بنجد فيه نوع من عدم تحمل الامانه القيم والاخلاق، لانها بتبث بشكل خاطئ افكار مش الى اي مدى يعني. على سيره بقى الدراما، بس مش هقول على البرامج التلفزيونيه. طبعا حضرتك عارف ان انتشرت بشكل كبير جدا، كانت بدايه كويسه، لكن انتشرت جدا فكره البرامج الدينيه عن طريق التلفزيون. نعم. ويمكن في دعاة يعني الحمد لله بيقدروا يوصلوا معلومات بطريقه لطيفه جدا وكويسه ومقبوله، وبيشرحوا الدين. وفي ناس ثانيه شويه بتبقى اكثر تشددا، وفي ناس بتبقى وبيحصل ساعات اختلافات كمان. وصلنا لمرحله انه بقى في ما بين الشيوخ احيانا دلوقتي حد يقول رايه والثاني يقول له لا ده مش مظبوط، الراي ده كذا. نعم. الى اي مدى مفروض الانسان يعني واسالوا اهل الذكر، فانا مفروض امشي يعني دلوقتي كده لما اسمع مثلا حاجه معينه ليها علاقه بالشرع، او حاجه سؤال مثلا ما ديني، ولا انا لازم كمان بقى عليا عبء الاجتهاد من كتر ما الحكايه بقت واسعه قوي؟ مساله الاختلاف دي مساله فطريه. لابد ان حضرتك يكون فيه اختلاف، واختلاف تنوع مش اختلاف تضاد. حتى الآراء الفقهية هي مدارس وآراء فقهية. في بعض القضايا المسألة فيها محسومة، في بعض القضايا خلافية. فهنتكلم مثلا مسألة النقاب، مسألة سماع الأغاني والموسيقى، مسائل معينة كده، مسألة اللحية، في أمور فيها اختلافات. فالعلماء يعلمونا كده، قالوا لما يبقى فيه مشكلة أو قضية خلافية، يقولوا الخروج من الخلاف مستحب. لو تمكنت ان انا في واحد بيقول لي حلال وواحد بيقول لي حرام، فعلشان ابرأ لديني واعرف اخرج من الخلاف ده، الخروج من الخلاف مستحب، فما اعملوش علشان ابرأ لديني. طب نفترض ان انا خلاص مضطر لعمل هذا الامر، فإن شاء يعني يبقى في قاعدة تانية يقولوا يعني إذا اضطررت فلتقلد من أجاز. خلاص ما دام مضطر للأمر ده، الاختلاف هنا نفعني، إن أنا خلاص مضطر ولازم أعمل الشيء ده، فهلاقي إن في فقيه بيقول لي إن ده ممكن تعمله، فهستند إيه؟ أستند إليه. إنما في الأول ده أو ده الفريقين بس في حاجه حصلت فضيله الشيخ. اتفضل. انه الاول مثلا كانت برامج الدينيه قليله، وكنا كان في طبعا فضيله الشيخ الله يرحمه الشيخ الشعراوي بنتابع تفسير القران بطريقته البسيطه الجميله دي. نعم. كان اجتهاده في ده، وهو طبعا على فكره من مجددي الخطاب الديني. اذا كنا بنتكلم انه تجديد، هو كان صحيح. لا هو كان حاله يعني حاله فريده. لكن اقصد انه وصل دلوقتي الاختلاف بين الناس، ان مثلا تسمع شيخ بيقول فتوى ما، وانت شايف ان فيها جت على هواك، وبقى في تساهل. يعني انا مش عايز طبعا، انا مش ما عنديش انا لا العلم ولا الخبره ان انا اقدر احكم على شيء انا مش اهل له، لكن انا مثلا ممكن اكون قريت شويه او عارفه اقول ايه ده دي حاجه غير اللي بنسمعها طول عمرنا. نعم. وبيحصل، حضرتك اكيد فاهمني، لانه على شاشات التلفزيون يطلع فتوى كده تحس انها بتسهل قوي او بتبسط قوي حاجه احنا طول عمرنا عارفين انها مش كده، بتمثل صدمه للناس. فحد تاني بيتمسك برايه يقول لك لا الشيخ ده بيقول غلط، هو الحكايه مش سهله كده يعني. فابتدي يحصل بقى دلوقتي بقى في شقاق بين الناس اصلا على لا ده شيخ قال كذا، والشيخ ده شيخ اصلا، ده طلع يقول ده اي حاجه. التشكيك بقى في الناس. ده انت كده عملت بلبله اكبر من الهدف الاساسي من انك تقرب الناس. ولذلك هو في مساله لابد ان هو يبقى فيه نوع من الميثاق، ان مساله البرامج الدينيه تعتمد على الوعظ، الدعوه، التبليغ، معرفة أمور الدين بشكل عام. إنما مسألة الإفتاء لابد أن تذهب إلى أهلها. أيوة. فدمت أنا عندي دار إفتاء، دار إفتاء يبقى هي علشان نخرج من البلبلة دي، وكل واحد يتكلم برأي معين، والناس و90 مليون
ده بيروح لشيخ وده بيروح، لا يبقى عندي. ولذلك زي ما حد طلع الفتره اللي فاتت دي من اسبوع فيقول ان الناس الفجر ما عدى اذان الفجر طب مين اللي اداك الاذن او اداك القدره ان انت تطلع علشان تشكك 90 مليون واحد في صومهم او في ميعاد اذان الفجر بتاعهم؟ شيء في منتهى الخطوره. لازم اللي يتصدر لده. ولذلك دار الافتاء طلعت بيان وقالت هذا الكلام خاطئ وتوقيت الفجر صحيح، انما ما يتركش الامر بهذا الشكل، ان واحد يطلع كده بين عشية وضحاها ويقول يعني فتوى بهذا الشكل. انما عندي دار الافتاء المصريه هي المسؤوله عن الفتوى. ابسطها يا فندم، ابسطها يعني على سبيل المثال دايما الفتاوى اللي بتبقى ليها علاقه بالطلاق، واحد متنرفز فقال لمراته انت طالق، فتلاقي شيخ يقول لها لا كده خلاص وقع الطلاق، وواحد تقول لا كده كان غضبان ففي حد مش عارفه، ففعلا وتلاقي حصل اختلاف فتبقى هي مش عارفه كده هي يعني لا دي ما هو يعني ما انا بقول مثال حصل فعلا. لا ولذلك هو في حالات الطلاق فنرجع حضرتك للدار لان دي في الطلاق بيبقى في لجنه مكونه من يعني الفتاوى عن طريق التلفزيون حضرتك لا خطأ، بالذات في مسألة الطلاق اللي ممكن أسرة تعيش في الحرام أو تفكك. انت عارف حضرتك يعني ايه أسرة تعيش او تفكك في أولاد وبعدين في وزارة الأوقاف عن طريق حتى عاملين خط يعني ساخن هيتم السؤال وهيتم معرفة التفاصيل، لكن في التليفون بتاع التلفزيون عايز اقول للساده المشاهدين معلش يعني حتى اسئله التلفزيون دي ممكن نعتمد عليها في بيان معنى حاله يعني ممكن حاجه سهله معروفه، انما المسائل اللي هي يعني المصيريه في الحياه لابد ان يكون في اللجوء للجنه. وانا عندي بيبقى امناء في دار الافتاء المصريه بتكون لجنه من 3 مشايخ بيستمعوا وبيفحصوا المسألة وبيدوا الفتوى أو بيعطوا الفتوى على هذا النحو، إنما ما يبقاش من خلال التليفون أو أطلق أو أفكك أسرة أو إن هم يعيشوا في حرام. هذا يعني في منتهى الخطورة. وأنا أتمنى كمان كل حتى لو هم كمان ليهم علاقة بوزارة الأوقاف يقولوا لو في حاجة ليها علاقة كده يقولوا للمتصل أو المتصلة لا ارجعوا بقى لدار الفتوى، لأنه هنا الأمور بتبقى مختلفة لكن مش على الهواء. الفتاة بيقتصر أو هنا البيان على مسائل معينة. صح. بشكر حضرتك جدا فضيلة الشيخ أحمد درويش من علماء وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا نورتنا ويا رب الحديث يكون مثمر. انا شخصيا يعني استفدت كده وكنت مبسوطه جدا وسعدت بلقاء حضرتك. ربنا يبارك فيك. شكرا يا فندم وشكرا لكم على حسن المتابعه وكل سنه وحضراتكم طيبين. صباح على خير.